السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم المتابعون جميعا. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي سنتكلم فيه عن مشايخ ريمة في مجلس محافظة ريمة فارس الحباري. طالعنا عدد من المشايخ الذين تكلموا والذين برزوا في ديوان المحافظ، وحضروا من جميع الجهات، من جميع مديريات ريمة، وبالأخص لفالف السلفية. طبعا هؤلاء المشايخ الذين حضروا شكروا وامتنوا كثيرا لحكومة الميليشيات الحوثية في أنها خلصت الشعب اليمني من المشكلة العويصة صالح حنتوس. شكروا الإرهابي عبد الملك الحوثي، شكروا الإرهابي وزير الداخلية، شكروا الإرهابي فارس الحباري، شكروا كل من ساهم في هذه الحملة للقضاء على المشكلة العويصة التي مثلها صالح حنتوس. الشيخ صالح حنتوس تكلم عنه مشايخ ريمة، النوفاني، يعني محمد عبد المراد وغيرهم من المشايخ، الحيدري وغيرهم تكلموا عن الشيخ صالح حنتوس، وكادوا أن يقولوا على أن الدولة خلصتنا من منع المرتبات. فصالح حنتوس كان سبب توقيف المرتبات، صالح حنتوس كان سبب كلاكل الأمن والحروب في اليمن، صالح حنتوس كاد مشايخ ريمة أن يقولوا أن صالح حنتوس سبب الفقر الموجود بداخل اليمن. حمل مشايخ ريمة الشيخ صالح حنتوس الضربات الأمريكية التي ضربت المطار، والضربات الإسرائيلية التي ضربت يعني الميناء، والتي يعني ضربت عدد من المناطق، محطة الكهرباء ومصانع الإسمنت. نعم، حملها من؟ حملوها الشيخ صالح حنتوس. الشيخ صالح حنتوس حملوه مشاكل الكلاكل وانعدام الأمن داخل العاصمة. فالمقتل، المرأة التي قتلها ذاك المجرم كان سبب الجريمة ومقتلها الشيخ صالح حنتوس في جبال ريمة في السلفية، الذي يعني منقطع في تلك الجبال وراء سبيله. حملوا كل مشاكل اليمن، نعم، حملوا كل هذه المشاكل مشايخ ريمة، وأعلموا فارس الحباري بأشياء ما كان داري بها، ما كان يعرف عن الشيخ صالح حنتوس، ما كان يعرف أنه سبب يعني تعثر الطرقات، وأنه سبب الفقر، وأنه سبب أن الناس ما في ما يأكلوا، وحملوا الشيخ صالح حنتوس مشاكل مشرفي الحوثيين، أنهم يعني أصبحوا في تخمة. حملوه قالوا: نعم يا سيادة المحافظ، نشكرك وما باقي إلا أن نسجد لك سجود الشكر في أنك خلصت الشعب اليمني من هذا المشكلة العويصة الشيخ صالح حنتوس، لأنه كان سبب تخمة المشرفين الحوثيين الذين بنوا الطيرمانات، والذين نهبوا الأراضي، والذين يعني سادت جرائمهم ملء اليمن. حملوا يعني مشايخ ريمة كادوا أن يحملوا، أو حملوا بالأصح، حملوا الشيخ صالح حنتوس مشاكل السجناء الموجودين في سجون الحوثي، الذين ظلمهم الحوثي، والذين يعذبهم زبانية الحوثي. نعم، كان السبب كله الشيخ صالح حنتوس. الله يا مشايخ ريمة، الله كم ظهرتم في انحطاط وقلة ذوق وقلة حياء وقلة يعني قبيلة. ضاعت، ما حين عندكم قبيلة، لا من اللاقف ولا من المستلقف. يا أسفا، خرجت منكم جيفة، خرجت منكم نتانة بشكل غير عادي. الصريع، واحدهم يقول الصريع الذي أقلق السكينة والذي وفي الأخير يطلع واحد يتكلموا بالكامل، كلهم يتكلموا، وفي الأخير مقتل الصريع واحد. والواحد هذا كم عمره 75 سنة، 75 سنة، وعنده زوجته وأم زوجته 85 سنة، أم زوجته، كما وصلنا الخبر. طبعا ظهر التسجيل، والشيخ بيقول لهم: يا جماعة أنا أرجوكم، احنا أنتم تقولوا أنتم دولة نظام وقانون، خلاص النيابة تطلبني والمحكمة، وأنا أجيب محامي، أوكل محامي ويتكلم عني، وإذا عندي شيء أنا مستعد. لا يمكن أبدا. في مشارخ المؤتمر في ريمة يريدون أن يتجملوا من الإرهابي عبد الملك الحوثي. شوفوا يا بلداء، الآن الحوثي أمام العالم بيحملكم المسؤولية أنتم، خلاص الآن الحوثي ضاع واسود وجهه، وصارت قضية فلسطين كذبة في كاموس الحوثي. العالم كله تكلم، قنواته، بأفراده، بعلمائه، يعني المثقفين، بالناس المائعين، كلهم تكلموا عن مقتل الشيخ المسكين المسن صالح حنتوس، تكلموا بالكامل. ويعني صارت قضية يعني الهيلمة التي بناها الحوثي طيلة يعني السنتين الماضية في أنه مع غزة ودفاع عن غزة، قالوا هذا كذاب، لأنه لا يمكن أن يكون الشخص الذي بيناصر غزة صاحب وجهين، لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يكون هنا بيناصر غزة وهناك بيقتل اليمنيين، الشعب اليمني. هذا عبارة عن شخص بيبيض يعني صفحته ويجملها، ويعني يحاول قدر الإمكان أنه يكذب على الناس ويغر الشعوب في أنه مع القضية الفلسطينية، وفي الحقيقة هو قاتل لمن يحفظ كتاب الله، وقاتل للشيبات، وقاتل للعجائز. الحوثي لما أدرك خطورة الأمر
ويعني سواد صفحته، رجع يحشد أهل ريمة ويحملهم المسؤولية. هؤلاء شوفوا يا ناس بيحمدوا الله، بيحمدوا الحوثي ويشكروا الحوثي، ويريدوا أن يقبلوا رأس الحوثي ويسجدوا له في أنه خلصهم من الإرهابي الذي كان سبب مشاكل اليمن. هذه حقيقة أهل ريمة. فالآن خزم أبدكم خزم، فارس الحباري خزم أبدكم، والحوثيين خزموا أبدكم يا مشايخ ريمة خزم، وحملوكم المسؤولية أمام الله ثم أمام الخلق. لكنها لا يمكن أن تنطلي على الناس، فهم يعلمون جرم الحوثي ويعلمون يعني كيده وجرائمه بشكل غير عادي. لكن مع ذلك سود الله وجوهكم يا أهل ريمة، يا مشايخ ريمة، سود الله وجوهكم يا من حضرتم ويا من كذبتم ويا من يعني حاولتم قدر الإمكان أن تلصقوا كل التهم بالشيخ الشهيد صالح حنتوس الذي فضل ترك الفتن بالكامل والبقاء في داره. لكنكم مجرمون ستأتون على الناس شخصا شخصا، فردا فردا. نحن نعرف ذلك، أنا شخصيا أعرف وأبلغ الجميع، أقسم بالله أن أي شخص يخالف الحوثي بمعتقد ولو سري أنهم سيأتوا عليه عاجلا أم آجلا، لأنهم هؤلاء لا يمكن أن يتعايشوا مع أحد. كيف قلبوا جغرافيا العراق، كيف غيروا طبوغرافيا السكان في العراق تماما، كما هم موجود يعني كما يصنعون الآن في اليمن، كما يصنعون الآن، كما صنعوا في صعدة، غيروا جغرافيا صعدة بالكامل وطردوا أهل السنة من هناك، وطردوا حتى يعني من خالفهم من الجهات الأخرى من الأحزاب والمنظمات يعني وغيرها. على العموم تحياتي للجميع، ونكرر مرة تلو أخرى نتمنى من الشعب اليمني أن يبقى على قيمه وعلى أخلاقه وعلى سجاياه وعلى قبيلته، وأن لا ينجر وراء هذه الجرثومة الحوثية. لا تنجر وراءها، انتبهوا انتبهوا، ستنجر وراءها فتضيعوا القبيلة والرجولة وتبقوا أحذية، ومتى يا رجال مشايخ عمران، كم من مشايخ عمران الذي فتحوا لهم الخط الأسود، رجعوا قتلهم بالكامل، صالح الوروري وغيره. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.